إذا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم جيناكم بواحد الخبر من العيار الثقيل، حيث أن الصين القوة العالمية اللي كتلعب دور كبير في الساحة الدولية كتوجد لموقف واضح بخصوص ملف الصحراء المغربية. واش الصين غادي تخرج على الحياة وتدخل التاريخ؟ واش الجزائر والبوليساريو غادي يتلقاو صدمة جديدة وقوية ونهائية؟ تابعوا معنا هذا الفيديو اللي غادي نغوصوا فيه في الكواليس والتأثيرات وردود الفعل، ونشوفوا كذلك شنو كيتخبى وراء هذا القرار. ولكن قبل ذلك أدعوكم إلى جات على الخاطر ديالكم دعموا القناة ديالنا بالإعجاب، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، كذلك شي تعليق كيف ما كان هذا التعليق لأن رأيكم كيهمنا بزاف. نبداو على بركة الله. بسم الله. صحيفة زنقة 20 والعديد من الصحف الأخرى قالوا أن الحكومة الصينية غادي تعلن قريبا عن موقف رسمي واضح من ملف الصحراء. النقاشات كانت داخل الحزب الشيوعي الصيني، وقيادات حكومية وصلها طلب مغربي بخصوص الوضوح في الموقف، وكاينة زيارات بين وفد صيني ومغربي، واجتماع بين سفيرة المغرب بفرنسا وسفير الصين في باريس أكدوا على عمق الشراكات. ما نساوش زيارات الرئيس الصيني الأخيرة للرباط ولقائه مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، راها ماشي زيارة بروتوكولية فقط، بل فيها رسائل كبرى. الصين باغية تدخل بقوة في مشاريع الصحراء، ومكانة المغرب الجيوسياسية مهمة لها، خصوصا في الطريق نحو إفريقيا. الصين كيف ما كتعرفوا هي ثاني أقوى اقتصاد عالمي، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، وعندها تأثير كبير في ملف النزاعات العالمية ماشي غير الصحراء المغربية. وتأثير القرار الصيني إذا خرجت الصين بموقف رسمي داعم للمغرب راه كيبدل قواعد اللعبة أكيد، وكيضعف الموقف الجزائري دبلوماسيا. كيف ما كنشوفوا أنها التحولات الدولية كتخلي بزاف ديال الدول تعيد النظر في المواقف ديالها، خصوصا في ظل الدعم الأمريكي والبريطاني والإسباني والفرنسي للمملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية. جنوب السودان، باش نتكلموا على بعض السوابق، كانت من أحد الملفات اللي الصين اتخذت فيها موقف ضد مصالح الغرب. وبخصوص تايوان، الصين كتشبت بوحدتها، يعني عندها نفس المشكل بحال المملكة المغربية، وبالتالي عندها حساسية خاصة مع الحركات الانفصالية، وهذه نقطة تقاطع مع المملكة المغربية. ردود الفعل المحتملة هو أن البوليساريو والجزائر غادي يكون عندهم صدمة قوية. في المقابل دول إفريقية ممكن تشجع باش تراجع مواقفها حتى هي، خصوصا اللي باقية مترددة، ومازال بعض الدول مترددة فعلا من اتخاذ قرار حاسم لصالح المملكة المغربية ضد هذه الميليشيات ديال البوليساريو. والسبب هو علاقتهم مع الجزائر اللي كتضغط عليهم باش يبقاو دائما إما في الحياد أو داعمين لهذه الميليشيات. إذ تم هذا القرار واللي أكيد غادي يتم إن شاء الله من طرف الصين أنها غادي تعترف بمغربية الصحراء، المغرب غادي يعزز موقفه الدولي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي. واستثمارات صينية ممكن تنطلق في الداخل والعيون، خصوصا في الميادين ديال اللوجستيك والطاقة. الجزائر وبوليساريو غادي تلقى موقف الصين اللي غادي يعزل الجزائر أكثر ويقطع عليها الطريق ديال الترويج للبوليساريو في إفريقيا وآسيا. إذن الاعتراف الصيني بمغربية الصحراء وكذلك تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، هادشي أكيد غادي يقطع
الطريق على الجزائر، وغادي يمنعها مستقبلا على أنها تدعم هاد الميليشيات. ما تبقاش عندها الجرأة والقوة باش تدعم هاد الميليشيات علنا. قدر يكون بعد هاد القرارات دعم خفاء لهاد الميليشيات، أما علنا لن تستطيع أن تدعمهم أبدا. البوليساريو غادي تفقد ورقة الدعم ديالها اللي هي الجزائر أكيد بعد هذا القرار، وما غاديش يبقى عندها حتى طرف خبز باش تاكلو باش تحارب المملكة المغربية كيف ما كيقولوا. وممكن كذلك نشوفوا موجة جديدة من الدول اللي غادي تعترف بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وإفريقيا كتبان كتسير نحو شبه إجماع لصالح المغرب، والصين غادي تلعب دور في هذا التحول. إذا الأيام القادمة ممكن نشوفوا إعلان رسمي من الخارجية الصينية اللي حيكون فيه اعتراف بمغربية الصحراء، وتحرك إعلامي صيني كيبرر الموقف بالمقارنة مع تايوان، وغادي تكون زيارات اقتصادية وعسكرية صينية للمغرب. الجزائر أكيد غادي تحاول تستنفر حلفائها مثل جنوب إفريقيا وإيران، ولكن ماشي بنفس التأثير، لأن الصين شيء وجنوب إفريقيا وإيران شيء آخر. بوليساريو ممكن تدير تحركات استفزازية ميدانيا كترد بفعل يائس على الهزيمة ديالها، مثل القصف الأخير اللي شفناه في بعض المناطق في الصحراء المغربية اللي كيدل على فشل هذا النظام واقتراب الهزيمة ديالو. إذا الصين غادي تبدل موازين القوى في الصحراء أكيد، وهادشي غيكون النهاية ديال البوليساريو اللي هي قربت. واللي واضح هو أن المغرب كيجني ثمار الدبلوماسية الذكية والرؤية الملكية الذكية اللي كتخلي الرباط قوة هادئة ولكن فعالة. ما تنسوش مشاهدينا الكرام تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتخليوا لنا التعليقات ديالكم. واش فعلا الصين غادي تعلن الاعتراف رسمي؟ وشنو تتوقعوا بعد هذه الخطوة؟ كان معكم البروفيسور عادل في حلقة جديدة، نتلاقاو إن شاء الله. ما تنسوش كيف ما كنقول لكم في بداية ونهاية الفيديو دعموا القناة ديالنا باش نستمروا بنشر مثل هذه الفيديوهات. تلاقاو فيديو جديد، إلى اللقاء.